بيبدأ فيلم النهارده براجل اسمه أمبرو، وكان بيحكي عن قصة سيف سحري، وكان بيقول إن السيف ده بتاع يوليوس قيصر، وإنه بعد ما مات بيقع السيف في إيد واحد اسمه تيبا، وإن قبل ما تيبا يموت بيقرر إنه يخبي السيف في واحدة من القلاع بتاعته عشان كان خايف إن حد يستحوذ عليه ويستخدمه في الشر ضد البشر، وبالفعل بيقدر يخفيه وبيعمل عليه تعويذة. وبعد كام سنة وبنروح على روما، وبنشوف طفل صغير اسمه روميو، وكان بيراقب القائد الأعلى للجيش أورو، وبنعرف إن القائد ده كان حاكم على أفريقيا لمدة طويلة قبل ما يرجع على روما. وبيدخل روميو الخيمة بتاعته وبيتسحب بالراحة وبيمسك سيف القائد، وساعتها بيظهر أورو وبيمسكه وبيقول له إن هو حرامي وإنه هيعاقبه وهيقطع له إيده، وبينده على واحد من الحراس وبيديله أوامر إن هو ينفذ الحكم. وبياخد روميو وبيحدفه ببركة مية وبيمسك إيده عشان يقطعها، وبيخاف روميو وبيقول إن هو مش حرامي وبيحلف بشرفه، فبيمسكه القائد وبيقول له إن هو شافه بنفسه وهو بيسرق السيف، فبيرد عليه إن هو بس كان معجب بالسيف وعايز يتفرج عليه مش أكتر. وهنا بيصعب عليه روميو وبيسيبه وبيطلب منه إن هو يبعد عن المكان. وبيظهر أمبرو بيعاتب القائد وبيعرفه إنه ما ينفعش يعمل كده في طفل صغير، ولما بيسألوه هو مين بيقول لهم مش مهم وإنه هياخد الطفل ويمشي. فبيهجم عليه حارس وبيحاول يمسكه، لكن أمبرو بيضربه وبيوقعه، وكان الموجودين مستغربين إزاي راجل كبير يقدر يعمل كده، وكان الحارس الشاب نفسه مستغرب. وهنا بنتفاجئ إن أمبرو هو المعلم بتاع الولد، وإن روميو بقى ابن الملك وفي قصر الملك، وبيوصل زعيم قبيلة القوط وكان بيطلب من الملك حقه في الأراضي. ولما سأله حقه إيه بيرد إن هو عايز نص ملك إيطاليا، وإن ده حقه لمساعدته سنين طويلة الملك روما، لكن الملك بيتضايق وبيعرفه إن ده مش حقه وإنه كده بيطلب المستحيل. وهنا الزعيم بياخد حراسه وبيمشي، وبعدها بيكلم أمبرو وبيتعصب عليه وبيسأله إزاي يخرج روميو من القصر من غير حراس، وبنعرف إن الملك متضايق لأن روميو هو وريث العرش وولي العهد. وبعدها بيتكلم روميو مع والدته الملكة وبيعرفها إن هو خايف يحصل معاه زي ما حصل مع باقي الحكام، لكن والدته بتفهمه إن أبوه حاطط عليه حراسة كبيرة ومش هيحصل له حاجة. وبعد فترة صغيرة وبيتولى روميو العرش وبيبقى هو قيصر روما، وكان الملك أخد قرار إنه يطرد أمبرو بره المدينة، وإن روميو خلاص ما بقاش محتاج له. وساعتها كان القائد أورو موجود وبيعرف إن الولد اللي كان هيقطع له إيده يبقى هو القيصر الجديد، وبيشوف روميو وما بيقولش حاجة. وبعدها وكان أمبرو خارج من المدينة، لكن أورو بيوقفه وبيسأله عن العلامة اللي موجودة على صدره، لأن نفس العلامة موجودة على السيف بتاعه. وهنا بيفتكر أمبرو لما شخص مقنع طبع العلامة دي على صدره، وبيسكت وما بيردش على أورو وبيخرج من المدينة وبيمشي. وبعد كام يوم وبيحصل هجوم من زعيم القوط، وكان بيضرب بالمنجنيق وبيقدر يدخل المملكة، وبيدخل القائد أورو في قتال عنيف، وكان كل همه إن الملك والملكة والقيصر يبقوا في أمان، لكن مساعد زعيم القوط بيقدر يضربه على دماغه وبيقع وبيغمى عليه. وجوه القصر وكان الملك بيقاتل عشان يحمي ابنه ومراته، لكنه بياخد ضربة بالبلطة وبيقع وبيموت في ساعتها، وبيضرب محارب تاني الرمح على القيصر، لكن الملكة بتقف قدامه وبتاخد الضربة مكانه، وفي ثواني بتقع ميتة. وبيحاول روميو يهرب، لكن المساعد بيدخل وراه بسرعة وبيمسكه، وهنا بيمسك روميو الخنجر وبيضربه في رجله، وبيطلع جري على فوق وبياخد التاج بتاعه وبيتسلق على الشجرة عشان يهرب، لكن المساعد برضه كان مراقبه وبيقدر يشوفه، وكان التاج بتاعه وقع تحت الشجرة. وهنا بيفوق القائد أورو وبيشوف القصر والمدينة كلها وهي محروقة، وبنروح على قبيلة القوط وكانوا عايشين في قصر برضه، وبنشوف هناك حاكم القسطنطينية، وكان زعيم القوط مديله رسالة يوصلها لكل روما، وهي إن زعيم القوط بقى حاكم على روما. وبعدها بنشوف أورو كان معاه صديق ليه، وبيعرفوا إن الملك والملكة ماتوا والقيصر روميو مفقود، وإنهم لازم يدوروا عليه وينقذوه لو عايش وما ماتش. وبنكتشف إنهم مسكوا القيصر وبيأمروا الزعيم إنهم يعدموه. وهنا بيظهر المعلم أمبرو وبيقول للزعيم إن هو هيجيب اللعنة للمملكة لو أعدم القيصر، وإن الأهالي هيشوفوا الطفل بطل وإنت مجرم، وبيحذر من قتل روميو وبيفكروا إن هو هتصيبه لعنة وهيموت. وهنا بيخاف الزعيم وبيرجع في قراره، وكان المساعد بتاعه متعصب وعايز يقتل روميو، وبيقطع له الزعيم صبعه عشان رفض ينفذ الأوامر، وبيأمر بحبس روميو مع المعلم أمبرو. وبنروح على قصر القيصر، وكان حاكم القسطنطينية بيتكلم مع أورو وبيعرفه إن هو شاف روميو في قصر الزعيم وإنهم هيودوه على جزيرة كابري، وبنعرف إن الجزيرة دي حصن منيع جدا عشان تضاريسها الطبيعية، لكن أورو بيقول إن هو مش هيسيبه وإنه هينقذه ويحرره، وبيطلب من حاكم القسطنطينية إن هو يستضيفه عنده لحد ما يقدروا ينقذوا روما، وإنه كمان هيحرر جنوده الأسرى الأول عشان يساعدوه. وبيوافق الحاكم وبيبعت معاه المساعد بتاعه، وكان المساعد ده مقنع ومش معروف، وبالفعل بيعمل خطة عشان يحرر الجنود، وبيوصل عندهم وبينفذ الخطة وبيقدروا إن هم يحرروهم. وكان المساعد بتاع الملك قوي جدا. وبعدها بنشوف مساعد الزعيم وهو واخد أمبرو والقيصر على قلعة الجزيرة، ولما بيوصلوا على هناك بيعرف أمبرو روميو إن دي القلعة اللي كان موجود فيها سيف الملك، وإن السيف موجود في القلعة في مكان محدش يعرفه حتى هو. وهنا كان المساعد مش طايق القيصر وبيهدده إن هو يرميه من فوق، لكن أمبرو بيفكروا إن الزعيم أمره ما يتعرضش للقيصر، وبيتنرفز المساعد وبيأمر الجنود يربطوا أمبرو ويعلقوه. وبنروح عند أورو كان مريح، ولما بيصحى بيروح عند البحر، وبتظهر بنت جميلة اسمها ميرا، وبنعرف إن هي دي المساعد المقنع اللي قتل الجنود. وبيستغرب أورو إنها بنت وإزاي قوية كده، وبيستعدوا وبيتوجهوا على القلعة اللي موجود فيها روميو. وبنروح لأمبرو وكان شاف نفس العلامة اللي على صدره،
وهنا بيعرف ان يوليوس قيصر سايب السيف للوريث بتاعه جوه المعبد، وبيعرف روميو وبيطلب منه انه يروح يشوف اي اثر. وبالفعل بيروح روميو على المعبد عشان يدور على اي حاجه تدله على مكان السيف، وبيوصل عند رسمه القيصر وبيدوس على عينيه، وبيتفتح باب من تحت رجله وبيقع، وبيلاقي نفسه جوه خندق تحت الارض، وبيقوم وبيكمل مشي وبيوصل عند التمثال، وبيكون السيف موجود هناك، وبيلاقي النبوءه وهي ان اللي هيلاقي السيف ويمسكه هو الوريث الشرعي الروما، وانه لازم يستخدمه في الخير بس. وهنا بينزل روميو السيف عشان يقدر يرجع عرش روما، وفي نفس الوقت وبيوصل اورو مع ميرا، وكانوا بيجهزوا نفسهم عشان يعرفوا يدخلوا القلعه، وبالفعل بيحدفوا الحبال وبيقدروا يتسلقوا. وهنا بيشوفهم امبرو وبيمرجح نفسه، وبيمسك التمثال برجله وبيقدر ينزل وبيحط التمثال مكانه، وساعتها بيشوفوا حارس وبيروح عليه عشان يوقعه من فوق، لكنه بيخلص عليه بسرعه وبيساعد اورو ان هو يطلع ومعاه ميرا. وفي نفس الوقت وكان روميو رايح عشان يقتل المساعد، لكنه بيحس بيه وبيصحى، وبيقول لروميو ان هو يديله السيف، لكن روميو بيخاف وبيطلع يجري. وساعتها كان الجنود بيقاتلوا اورو، وبيعرف المساعد وبيطلع يقاتل مع جنوده، وكانت ميرا قويه جدا وقاتله جنود كتير. وبنشوف جندي وهو بيجري ورا روميو وبيقدر يمسكه، لكن اورو بيوصل وبيقتل الجندي وبينقذه، وبيقول له ان هو ما يخافش وان هم هنا عشانه. وبياخد روميو وبيظهر المساعد، وبيطلب منه اوريو ان هو يجري وهو هيتصرف، وبيدخل في قتال فعلا، وبيقدر المساعد يوقع السلاح بتاعه. وبنرجع للمعركه وكانت ميرا جباره وبتقاتل احسن من اي جندي. ولما الجنود بتكتر عليهم بيدخلوا كلهم جوه القلعه، وبيتفقوا انهم لازم يهربوا. وهنا بيقول لهم اورو ان هو هيقاتل وهيغطيهم لحد ما يخرجوا، لكن ميرا ما بتهربش وبترجع تاني. وهنا كان المساعد جمع باقي الحراس وكان عددهم كبير، وبيقرروا كلهم ان هم هينطوا في الميه، وبالفعل بيركبوا المركب وبيكملوا هروب. ولما بيوصلوا عند صاحب اورو بيعرفهم ان حاكم القسطنطينيه ما بقاش عايز روميو، وانه عمل معاهده مع زعيم القوط، وكمان عايز يسلم الطفل. وبيرفض اوريو، ولما خرج على بره بيلاقي الحاكم باعت له جنود، وبيضربوا عليه بالرماح وبيستخبى وبيصد الضرب، وبعدها بيوجهوا الرماح على روميو، لكن في حارس بياخد الضربه مكانه، وبيضرب اورو الحراس وبيقدروا يخلصوا عليهم. وبيظهر الحاكم وكان هيضربه بالسيف، لكن ميرا بتظهر وبتقتل الحاكم، وبكده هي قتلت الحاكم بتاعها. وبيدخل الليل وكانوا بيتكلموا، وبيعرفهم اورو ان هو عايز يروح عند الفيلق الاخير في بريطانيا، وبيقول لميرا انها دلوقتي حره ومن غير سيد، ولو عايزه تمشي براحتها، لكن ميرا بتفهمه ان هي هتروح معاهم على بريطانيا وانها مش هتتخلى عنهم. وبيطلع الصبح وبينطلقوا مع بعض في الطريق، وكان طبعا اخدين روميو معاهم. وبيوصلوا على بريطانيا فعلا، لكن المساعد كان متوقع وبيوصل هو كمان مع جنوده. وبيروح اورو على الفيلق وبيلاقي الموقع محروق والجنود مقتولين، وبيقول امبرو ان اللي حرق الموقع واحد اسمه فورجين، وبيعرفهم ان هو ده الشخص اللي حط العلامه على صدره، وانه بيعمل كده وهو بيدور على السيف عشان يحقق النبوءه ويكون هو وريث روما. وبيجمع اورو كل اللي معاه وبيطلعوا على قلعه ادريانا، ودي كانت اخر قلعه وكانت اللي بتفصل بين الشمال والجنوب. وبيوصلوا فعلا على هناك وبيتفاجئوا ان القلعه فاضيه وما فيهاش اهالي ولا حراس. وبيظهر بعدها مجموعه حراس وبيندهوا عليهم، وبينزل اورو عندهم وبيتكلم مع واحد فيهم، وبيعرفهم انهم بيدوروا على قائد الفيلق الاخير. وهنا بيعرفهم الراجل ده ان هو قائد الفيلق وان اسمه فلافيوس، وحكى له ان بعد وقوع روما ووقوف الامدادات قدر فورجين ان هو يتغلب عليهم، لكنه ما قتلهمش وسابهم من غير قلعه ولا سلاح. وبنروح عند المساعد وكان وصل عند فورجين، وبيعرفوا ان روميو موجود هنا في بريطانيا وان معاه السيف. وهنا بيتفقوا مع بعض ان فورجين ياخد السيف والمساعد ياخد روميو. وبنروح عند امبرو، وكانوا استخبوا في قريه قريبه في وسط الناس، وكان بيعلم اطفال القريه التعويذه المكتوبه على السيف، وبيعرفهم ان التعويذه معموله عشان السيف ده يستخدم في الخير ومساعده الناس. وتاني يوم بياخد القيصر روميو وبيروح بيه على المكان اللي اتصنع فيه السيف، وبيحكي له على اللي حصل له وهو صغير، وازاي فورجين عذبه عشان يعرف مكان السيف منه، وازاي برضه هو قدر يستحمل التعذيب لحد ما قدر يهرب ويروح على روما. وفي نفس الوقت بنشوف طفله صغيره في الغابه وبيوقفها فورجين، وبنعرف ان البنت دي من نفس القريه اللي هم موجودين فيها، وان هو عارف مكانهم وبعت لهم رساله معاها. وبيوجه الرساله دي لقائد الفيلق فلافيوس، وان هو مش هيرحمه تاني لو ما سلمش اوريو وكل اللي معاه، وعشان يخوفهم بيقتل اهل الطفله الصغيره وبيرجعهم القريه على نقاله. وكانت البنت بتحكي لهم وهي ميته من العياط. وهنا بيقول له فلافيوس ان هو ياخد اللي معاه ويهرب عشان فورجين هيولع في القريه، وانه مش عايز يسلمهم، لكن اوريو بيقول ان هو هيروح على القلعه وهيحارب ومش هيهرب. وتاني يوم وكان وصل فرقه دعم عند اورو وهيحاربوا معاه، وبياخد اورو السيف من روميو عشان يحارب بيه. وهنا بيوصل جيش كبير، نصهم محاربين فورجين والنص التاني محاربين القوط مع المساعد، وبتبدا الحرب وبيضربوا جيش القيصر بالاسهم. وهنا بيقرر امبر ان هو يستخدم السحر وبيضرب كرات ناريه عليهم، لكن الجنود كانوا كتير وبيوصلوا عند السور، ومع الحرب والقتال الجامد بيقدروا يفتحوا البوابه الرئيسيه للقلعه، وبيقدروا يقتلوا كتير من الجنود بس كان عددهم كبير. وهنا كانوا فقدوا الامل وعرفوا انهم خلاص هيموتوا، لكن فجاه بيوصل فلافيوس بباقي الفيلق بتاعه، وكان قرر يشترك في القتال، وبيضرب فعلا هو وجنوده. وكانت ميرا شجاعه كالعاده وبتقتل، وبيظهر محارب ضخم وبيوقع منها السيف بتاعها، لكنها بتحدف عليه الخنجر من بعيد وبتخلص عليه.
وساعتها بنشوف امبرو كان قرر يروح عند مكان صنع السيف ويعمل سحر، ولما بيوصل بيلاقي فورجن مستنيه هناك وبيهجم عليه وكان بيضربه جامد، لكنه بيقدر يخلع القناع من على وشه وبيضربه ضربه جامده وبيرميه جوه شجره مولعه، وساعتها بيتحرق وبيموت. وبنروح عند روميو وكان بيحاول يهرب، لكن المساعد بيظهر وبيوقعه وبيهجم عليه اورو وبيقعوا هما الاتنين، وبيقع السيف من ايد اورو وبياخده المساعد، وقبل ما بيعمل بيه حاجه بيضربه في ايده وبيعوره وبيوقع منه السيف، وبيشتبكوا تاني وكان المساعد خلاص هيقتل اورو، لكن روميو بياخد السيف وبيضرب بيه المساعد وبيقدر ان هو يخلص عليه وبيوقعه على الارض، وبكده قدر ان هو ينتقم للملك والملكه وكل اللي ماتوا. وبيمسك السيف وبيقول ان هو يحكم بريطانيا من غير حروب، من غير دم ولا تشريد، وبيحدف السيف وبيطير وبينزل في نص الصخره. وبعد كام سنه وبنعرف ان اورو اتجوز ميرا، وكان القيصر روميو اتجوز هو كمان وخلف ولد، وكان امبرو كبر قوي في السن، وبيحكي لابنه روميو عن بطولات ابوه اللي عملها وهو طفل صغير، وانه عايزه يبقى بطل زي ابوه. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.